فانتوا متخيلين ان من 2007 الرقم ده ما اتكسرش، وجات السعوديه امبارح كسرته. يعني لو الشركه يا جماعه فضلت تكسب زي ما هي بالظبط، هيستنوا كام؟ هيستنوا 60 سنه عشان يرجعوا فلوسهم. يعني هم بيدفعوا مليار 300 كل سنه فوايد على الديون بتاعتهم، بس هم الربح الصافي بتاعهم 800 مليون. ففي مقوله في المحاسبه بيقول لك دايما الربح رأي والكاش حقيقه، وده مؤشر مش مطمئن. اللي مش فاهم يعني ايه جيمنج، يعني شركه العاب اكبر حاجه في دخلها مش الالعاب نفسها. لو السعوديه عايزه ترجع فلوسها اللي حطتها في الشركه ديت، ايه يا جماعه محتاج يبقى تمنها 100 مليار دولار. وش السعوديه مش شاريه بالارقام ديت وبالمضاعفات ديت عشان يكسبوا. الفكره كلها ان الشركه دلوقتي ايه دايما بنقول عليها شركه كحيانه وتعبانه بقالها كام سنه، وده دي حاجه نادره ان بنك واحد هو اللي هيحط ال 20 مليار بحالهم. انت متخيل؟ يعني الصفقه ديت قد الاحتياطي النقدي المصري. ده معناه الانسكيورد بتاعهم، السندات الانسكيورد هيبقى اسمها زباله. اي حد او اللاعبين هيشتروا حاجه من ايه الباتل باس او فيفا او لعبه او ايا كان، جزء من فلوسهم هيروح لجي بي مورجان. ان لا قدر الله يعني ايه ممكن تفلس، باتل باسز كتير، هيبقى فيه ممكن يغلوا الالعاب، هنقول هتحس ان في طمع في الشركه. بقول لكم الشركه ارقامها ضعيفه مش قويه، مصاريف تسريح مخاطره اقل، 101 استحواذات. انا رايي ايه بقى؟ الصندوق السعودي اشترى الشركه دي ب 55 مليار. الشركه دي طول عمرها ليستد في البورصه، بقى لها حوالي 35 سنه في ناسداك. هي خلاص اتشطبت. انا اصلا متابع الصفقه دي من شهر 9، والصفقه دي اصلا كانت متعطله داخله لها في حوالي 10 شهور على ما اتذكر. يعني المهم يعني ان الصندوق اشترى ايه. اللي ما يعرفش ايه يا جماعه، ايه ديت من اكبر الشركات اللي في مجال الالعاب، كديفلوبر كببلشر كايا كان. الشركه دي هي اللي عامله فيفا اللي هي دلوقتي اسمها اف سي، هي اللي عامله ذا سيمز، اي باكس، باتل فيلد. فهي خلاص يعني بقت ملك للسعوديه. دي اكبر صفقه ال بي او في تاريخ الراسماليه كلها. خليني اشرح لكم يعني ايه اصلا ال بي او ليفرج باي اوت. تخيل مثلا انت راح تشتري التليفون ده، كن يعني هو ثمنه 100,000 جنيه، فرحت للبنك قلت له والله انا عايز اشتري التليفون ده ومعايا منهم 60,000 جنيه، عايز منك 40. فالبنك راح ادالك ال 40. طب ال 40 دول ادهم لك بناء على ايه الضمان؟ ما مش كل من هب ودب هيروح ياخد من البنك كارد. فالبنك يروح يقول لك ايه، حلو قوي، انا هخش معاك بضمان الموبايل. يعني هو هيسلفك ال 40,000 دول بضمان الموبايل ده، فانت هتروح واخد منه ال 40 على ال 60 اللي معاك وتروح تشتري الموبايل ده. يا جماعه اللي اسمه ال بي او، وده انا هستخدمه كتير. واللي حصل امبارح اكبر صفقه ال بي او في التاريخ. الصفقه اللي قبليها يعني اللي كانت اكبر كانت في 2007 من شركه اسمها تكساس انرجي، شركه امريكيه كانت متخصصه في الكهرباء. فانتوا متخيلين ان من 2007 الرقم ده ما اتكسرش، وجات السعوديه امبارح كسرته. في مصطلح تاني هستخدمه اللي هو الرول اوفر. يعني ايه؟ انت رحت تشتري كشك، الكشك ده انت تملك فيه 10%، ورحت قلت له انا عايز استحوذ على 90% مع النسبه بتاعتي. ده معناه ان انت تشتري 80%، فانت بتعمل رول اوفر. فانت هتروح واخد 80% مع ال 10% بتاعتك. ده اسمه رول اوفر يا جماعه. انا كده خدت النسبه بتاعتي مع النسبه الجديده، رول اوفر. زي ما قلت لكم اللي حصل ده اكبر صفقه في تاريخ ال بي او. السعوديه امبارح كسرت الرقم ده. الرقم ده مش فاكره صراحه كام، تقريبا حاجه كان 25 مليار. السعوديه دفع امبارح 55، يعني في 55 اكبر صفقه ال بي او في التاريخ. دي مش اكبر صفقه في الجيمنج، لان اكبر صفقه في الجيمنج استحواذ كانت من مايكروسوفت على شركه اسمها اكتيفيجن اللي هي عامله كول اوف ديوتي ب 69 70 مليار. الصندوق السعودي خد الشركه دي خلاص برايفت بعد ما خلاص يعني الشركه دي كانت بقى لها 35 سنه في بورصه ناسداك. خلاص دلوقتي مع السلامه. كان اخر تداول ليها كان في 8/4، فخلاص بقى الشركه دي بقت برايفت يعني مش بابليك. ايه ارقام الشركه؟ هم خدوا الشركه بانتربرايز فاليو ب 55 مليار، خدوها مقابل 210 للسهم. الشركه دي فيها حوالي 258 مليون سهم. خدوه الرقم ده يا جماعه معلش يعني افتكروه كويس عشان هنستخدمه كتير. اشتروا الشركه على 210 للسهم. ده معناه ان هم دفعوا على السهم 25% من اخر مره تداول. يعني هو اخر مره السهم ده تداول في بورصه ناسداك كان بحاجه و60، هم اشتروه ب 210. يعني هم دفعوا بريميوم 25% على سعره في البورصه. اللي دخلوا مع الصفقه مع السعوديه هما شركتين، سيلفر ليك ودي دخلت بحوالي 5%، اما ديت افينيتي بارتنرز ديت دخلت ب 1%، 1.1. مش هتكلم في الموضوع ده كتير، يعني انا ممكن اتكلم في سيلفر ليك في الاخر ليه سيلفر ليك دخلت. بس بالنسبه لافينيتي سيب لكم الموضوع ده، خصوصا سي او بتاع افينيتي هو اللي متجوز بنت ترامب. بس المهم يعني السعوديه تملك 93% من اي، فدول يعتبروا كده ايه يا جماعه، عارفين انتوا مش شركاء. يعني دول السعوديه خلاص هي المالكه حرفيا يعني. فدي مش شراكه. نبدا بقى في الكلام التقيل، الارقام
بتاعه الشركه. زي ما قلت لكم رجعت التقرير المالي، خليت تشات جي بي تي يلخص لي ارقام ويطلع لي الارقام اللي انا عايزها منه. الارقام اللي انا هقولها دي يا جماعه بجد، والمصطلحات ديت عامه، يعني اللي بيحصل في الفيديو ده او في البث ده، انت مش محتاج تبقى عندك بزنس، مش محتاج تبقى انت محاسب، مش محتاج تبقى اي حاجه. بجد اللي هيحصل والشرح اللي انا هشرحه لك ده بجد هيدي لك، عارف انت، اول طلعه في المحاسبه. بالعكس انت هيبقى عندك حاجات ادفانسد في المحاسبه. مش لازم يبقى عندك بزنس عشان تعرف الحاجات ديت، انت محتاج تفكر في الارقام. وهعمل برضو باذن الله فيديو تاني ازاي تانالايز الشركات وارقام الشركات، ان شاء الله تستفيدوا يعني من المصطلحات اللي انا هقولها دي، وعشان برضو تعرفوا ازاي ممكن تقيموا الشركات وازاي الشركات الكبيره بتتقيم. يعني مش بس شركات شارك تانك اللي هي ما تعتبرش شركات اصلا، لا. عندي اول حاجه، ودي حاجه مش بتطلع في شارك تانك ولا بتطلع عاده في الشركات العاديه، اسمها نت بوكينج. الشركه ديت عامله 8 مليار نت بوكينج، وفي نفس الوقت احنا بنقول ان صافي الايرادات بتاعتهم النت ريفينيو ب 7.5 مليار. طب ايه ده؟ خليني اشرح لك الاول يعني ايه نت بوكينج. انت رحت عند حلاق والحلقه عنده ب 30 جنيه، فانت قلت بقول له ايه، انا هدي لك 300 جنيه قصاد 10 حلقات، وهتحلق منهم حلقه دلوقتي، يتبقى معاك كام؟ 270 جنيه، اللي هم بيوازوا كام؟ 9 حلقات. وانا بدي تقريبا مثال على الحلاقين عشان لسه حالق. لما انا اجي اسال الحلاق انت الايراد اليومي بتاعك كام، هيقول لي 30 جنيه، مع ان انت مديله 300 جنيه. بس هو ما غلطش، هو معاه 300 جنيه حجوزات. اول حجز كان النهارده، اتبقى 270، فهو معاه 270 حجوزات في المستقبل. فانت كل ما هتروح له هتستهلك من رصيدك اللي هو ال 270 جنيه دول. فده النت بوكينج. شركه زي اي شركه جيمنج، لما تروح مثلا تشتري منها لعبه زي فيفا ب 70 دولار، فهم بيقول لك لا، حساب اللعبه دي مش 70 دولار، انت كلاعب بتلعب حسابها 70 دولار معاك، وال 70 دولار بتخش الخزينه بتاعتي. وطبعا لو انت بتشتري اللعبه ديت من ستيم، مش بتروح 70 دولار دول كلهم للشركه، بس خلينا نفترض ان ال 70 دولار كلهم بيروحوا لشركه اي. لا، بيقولوا لك ال 70 دولار دول مش ثمن اللعبه بس، ثمن اللعبه هو 40 دولار. طب ال 30 راحوا فين؟ ال 30 دول ثمن السيرفرات، ثمن الخدمات، ثمن الابديتس على مدار السنه. فال 30 دولار دول ايراد السنه. فاحنا لما نيجي نحسب لحد مارس، انا ممكن يكون معايا كاش كتير بس الايراد بتاعي اقل. وده اللي بيحصل في شركه اي. هي عندها 8 مليار حجوزات. صافي الحجوزات اللي عندها، وجماعه صافي الحجوزات او النت بوكينجز ده مصطلح ملوش علاقه بقى بالمحاسبه. ايه رايكم؟ ده مصطلح نان جاب، ملوش علاقه بالمحاسبه تماما. ويعني واختصارا شديدا للمحاسبه، المحاسبه عباره عن 4 حاجات: liabilities، assets، income، outcome. تمام؟ بس المهم يعني ده مصطلح مش بتاع محاسبه اصلا، ومصطلح ادفانسد قوي. المهم يعني الشركه دي عندها 8 مليار حجوزات، بس الايراد لحد مارس اللي فات 7.5 مليار دولار. الفرق ما بين النت بوكينجز والنت ريفينيو حوالي 500 مليون. ده بيتسمى deferred revenue. يعني ايه deferred revenue يا جماعه؟ يعني ايراد مؤجل. عارف انت الايراد ده معاك اوريدي وانت حاطه، بس انت يعني انت مأجله، لسه ما تأيدش، لسه وقته ما جاش. نيجي لثالث رقم عندي، هو مليار و100 الاوبريتنج انكم. ده الربح بتاعهم قبل ما يحسبوا الفوائد والضرائب. والرقم ده انا هستخدمه كتير، اللي هو المليار 100. نيجي بقى للنت انكم. صافي الدخل هو حوالي 800، وده نزل عن السنه اللي فاتت 1%. فالنت انكم اولموست 900 مليون، ده اللي صفلهم. ده معناه ان الايرنينج بير شير او نصيب السهم الواحد في شركه اي من الربح 3.5 دولار. المهم صافي الربح بتاعهم حوالي 887 مليون. يعني لو انت مالك سهم واحد في ايه، نصيبك من ارباح السنه كلها 3 دولار ونص. وعامه في حاجه هنا بس الناس ممكن تخلط ما بين الاي بي اس وازاي انت بتستلم الارباح بتاعتك. ده مش معناه يا جماعه ان انا لما اقول لك ان الاي بي اس 3.5 دولار انت تاخد 3.5 دولار. دي حصتك المحاسبيه، عارف انت بتحسب ارباحك. لكن الشركه بقى بتوزع ارباح قد ايه. يعني مثلا ايه كانت بتوزع 19 سنت كل 3 شهور، وتحط الباقي في الشركه تستثمره تاني في الشركه. ليه بقى الرقم بتاع الاي بي اس ده مهم وهستخدمه حرفيا؟ عارف انت بيديلك انضف حسبه في الموضوع ده كله. صندوق الاستثمار السعودي دفع 210 دولار للسهم، والسهم بيكسب 3.5. يعني هم دفعوا حوالي 60 سنه، دفعوا ربح السهم 60 مره. يعني لو الشركه يا جماعه فضلت تكسب زي ما هي بالظبط، هيستنوا كام؟ هيستنوا 60 سنه عشان يرجعوا فلوسهم. وعامه الحسبه ديت ليها اسم PE، والناس اللي هي في البورصه تعرف الكلام ده، والناس اللي هي في البورصه هتفهم ان يوسف ازاي بيشتري الاسهم، وان انا من اللي بعتمد على التحليل المالي. المهم يعني الحسبه اللي احنا حسبناها دي اسمها PE، يعني السعر السهم مقسوم على ربح السهم. وده من اشهر المقياس. وده يا جماعه احمد طارق دايما بيستخدم الPE في شارك تانك. نيجي
لل 2.5 مليار دول اوبريتنج كاش فلو. يعني ايه اوبريتنج كاش فلو؟ الشركه دي كسبت كام يا جماعه؟ 887 مليون، بس الكاش اللي دخل للشركه ديت 2.5 مليار. ده الاوبريتنج كاش فلو، يعني الكاش 3 اضعاف الربح. تخيل ان انت فتحت محل ايس كريم، فقررت ان انت تشتري ديب فريزر على ب 10000 جنيه. الديب فريزر ده هينتهي صلاحيته كمان 5 سنين. ده معناه ان انت بعد 5 سنين كمان هتشتري ديب فريزر من اول وجديد. فده معناه ان في ال 10000 على الخمس سنين يعني انت هتدفع 2000 جنيه في السنه. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ديبريشيشن، اهلاك. وده برضو مصطلح ساعات بنسمعه في شارك تانك. ففي هالك بيحصل، المحاسب هيخصم منك 2000 جنيه من ارباحك. طب انت دفعت السنه دي اصلا؟ لا، انت ما دفعتش مليم. يعني الفلوس كلها خرجت من جيبك السنه اللي فاتت كلها مره واحده عادي يعني. فالنتيجه ايه؟ ربحك انت على الورق باين ان هو اقل من 2000 جنيه، بس في الدرج فيه اكتر من 2000 جنيه. ده الفرق بين الربح والكاش. ودي حاجه يا جماعه انت كمستثمر او انت كشخص او انت كمحلل او انت كواحد بيحب شركته عايز يشوف الارقام، يخلي باله دايما من الفرق بين الربح والكاش اللي موجود. ليه 2.5 مليار كاش والنت انكم 887 في ايه بالذات؟ يعني ده معناه ان الديبريشيشن عالي. وده حقيقه ايه بيدفعوا في 3 حاجات يا جماعه. اول حاجه الاهلاك، الديبريشيشن اللي انا لسه شارحه. عندهم سيرفرات، عندهم مباني، عندهم ترخيص، صيانات، الحاجات ديت. ده اول حاجه. تاني حاجه الموظفين، جزء من مرتبهم الاساسي بيبقى اسهم مش فلوس، او دي اسهم الشركه بتديها لهم كل سنه. تالت حاجه الديفيرد ريفينيو اللي انا شرحته لكم في الاول، اللي هو الايراد المؤجل. ال 500 مليون بتوع الحجوزات اللي هم موجودين عندي في الخزنه، بس انا ما حسبتهمش في الربح. الجاب ما بين الاوبريتنج كاش فلو، الكاش اللي دخل، والنت انكم حوالي مليار ونص، مليار 600. وده معناه ان هم بيصرفوا بارقام خزعبليه. وفعلا مجال الجيمنج مجال غالي جدا جدا جدا. المهم يعني اختصارا، ليه دي اهم نقطه احنا هنحتاجها واحنا بنراجع التقييم بتاع الشركه؟ لان الدين دايما بيتسدد كاش مش بالربح المحاسبي. ده توبيك ادفانسد ممكن اشرحه بعدين، بس الدين الشركه دي بتدفعه كاش. لما نوصل بس لجزء الدين واقول لكم ان الفوائد بتاعتهم حوالي كام؟ مليار 300 في السنه. ولما نيجي نقارنها بالربح اللي هو 887، هتقولوا لي ايه ده؟ الشركه ديت كده خسرانه ولا بتدفع منين؟ يعني هم بيدفعوا مليار 300 كل سنه فوائد على الديون بتاعتهم، بس هم الربح الصافي بتاعهم 800 مليون ولا 900 مليون. بس انا قلت ايه؟ قلت الاوبريتنج كاش فلو بتاعهم 2.5 بليون. هتلاقي ساعتها يعني الكاش اللي بيخش لهم الصافي 2.5 مليار. في مساحه ضيقه بس هي موجوده. فاهمين حاجه؟ ده عاده ممكن يشتغل بالعكس. يعني ايه؟ يعني في شركات تقول لك انا عامله ارباح حلوه جدا جدا جدا، وبعدين تفلس لان فلوسها محبوسه عند العملاء ومش في الخزنه. ففي مقوله في المحاسبه بيقول لك دايما الربح راي والكاش حقيقه. وبرده حاجه تانية، انا قلت لكم ان النت انكم بتاعهم زاد 1% عن السنه اللي فاتت، لكن الربح التشغيلي زاد 24%. يعني الشركه بتصرف اكتر عشان تجيب نفس النتيجه، وده مؤشر مش مطمئن. لللايف سيرفيسز ديت من ضمن النت ريفينيو. يعني هي اي ديت شركه جيمنج صح؟ مش فاهم يعني ايه جيمنج. يعني شركه العاب. اكبر حاجه في دخلها مش الالعاب نفسها، اكبر حاجه في دخلها هو بعد ما الناس تشتري اللعبه. يعني انا اشتريت لعبه فيفا، فهروح اشتري السيزون باس، هروح اشتري فيفا بوينتس، او هروح اشتري لعبه باتل فيلد، او بعديها هروح اشتري سكنات الباتل باس، وهكذا. الشركه دي مش بتكسب من ان انت تشتري الالعاب. ده نفس الكونسبت ان انت تشتري اكس بوكس او بلاي ستيشن. مايكروسوفت مش بتكسب من الاكس بوكس، هما بيكسبوا لما انت تشتري منهم العاب. ده نفس النظام. الشركه ديت 5 مليار من النت ريفينيو بتاعهم ده بعد ما الناس تشتري الالعاب. مايكرو ترانزاكشنز. السعوديه استحوذت على الشركه ديت 55 مليار باي اوت. وليه بقول باي اوت؟ عشان في ليفرج حصل. السعوديه هتحط 35 مليار، بنك جي بي مورجان هيحط 20 مليار بضمان الشركه نفسها. خليني ادي لكم مثال الاول. دلوقتي انت عندك كشك صف الربح بتاعه 100000 جنيه في السنه مثلا، هتشتريه بكام؟ خلينا نقول مليون. يعني انت بتدفع حوالي 10 سنين ربح. طب لو قلت لك مليونين ونص، يعني انت بتدفع 25 سنه. فاكيد انت هتقول لي انا اتجننت. الرقم ده اسمه مالتيبلاير. ال 55 مليار دول اولموست 7 اضعاف النت بوكينجز بتاعهم اللي احنا شرحناه فوق. اولموست 7.5 ضعف
النت ريفينيو صافي الايرادات، خد بقى ديت الايبيتا ده 25 مره ايبيتا ده، وهشرح الايبيتا ده بالتفصيل دلوقتي، و62 ضعف البي اي. بالنسبه لي اهم رقمين هما الايبيتا ده والبي اي. تخيلوا في محلين ايس كريم نفس الدنيا، نفس النظام، نفس الاستاف، نفس المكان، بيقدموا نفس المنتجات. بص تيبيكال الفرق، بس ده صاحبه يوسف وده صاحبه امير. اول محل عليه قرض بيدفع فايده وبيدفع ضرايب، تاني محل معفي من الضرايب مش واخد قرض والكلام ده. هنا بقى تيجي الايبيتا ده يا جماعه، وده يا جماعه مصطلح دايما بنستخدمه في شارك تانك كتير، واحمد طارق دايما بيسال المؤسس يقول له يعني ايه ايبيتا ده. بس الايبيتا دي بعيدا عن شارك تانك وبعيدا عن اي حاجه، رقم مهم جدا 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 جدا. ايبيتا ده يعني انا لو عايز اعرف الشركه ديت بتكسب قد ايه قبل الديون اللي عليها، ده باختصار شديد الايبيتا ده. المحل رقم واحد عليه ديون وبيدفع فوائد ولسه مشتري حاجات. طيب محل رقم اتنين معلوش اي حاجه، الراجل اللي اشترى كاش كل حاجاته وشغال عادي. فلو انت بصيت لصافي الربح لكل واحد فيهم هتلاقي الرقمين مختلفين مع انهم هما الاثنين تيبيكال، بس ده مش معناه ان المحل الاولاني اقوى من الثاني ولا الثاني اقوى من الاولاني. عشان كده يجي بقى الفاكت بتاع الايبيتا ده، انت عايز تحسب انت بتكسب كام قبل ما يبدا بقى تدفع الفوائد والضرايب والكلام ده. يعني انا عامل مثلا 100,000 جنيه ايبيتا ده معناه ان انا لسه ما خصمتش من الرقم ده الفوائد، القرض، لو عليا اقساط، الكلام ده لسه ما حسبتوه. ليه بقى مستثمرين زي احمد طارق او المستثمرين عموما، وانا شخصيا بحب الرقم ده، لانك لما بتيجي تشتري محل القرض بتاع المحل ده صاحبه القديم بيروح معاه، انت هتيجي بقرضك انت او انت هتبدا من اول وجديد، او المهم يعني انت مش هيبقى ليك دعوه بالقرض او بالفوائد. فبتقارن المحلات على حسب الايبيتا ده، قوه الشغل، قوه الربح نفسه كام، انت بتربح كام. انت عندك الصندوق السعودي دفعت من 22 ل 25 ضعف الايبيتا ده. ليه مدي هنا رينج؟ لان اي مش حاطه الايبيتا ده رقم صريح، بس ده الرينج بتاع الايبيتا ده بتاعه. هو تقريبا احنا بنتكلم الكسب التقديري بتاعهم من 2 مليار ل 2 مليار ونص. لو انا قلت ان المحل بيكسب 100,000 ايبيتا ده وانا اشتريته بمليون، ده معناه ان انا اشتريته 10 اضعاف او 10 ايبيتا ده، اشتريته 10 اكس ايبيتا ده. ان اور كيس قلت لكم ان الصندوق السعودي البي اي اف اولموست 25 ده دافع 25 ضعف في الايبيتا ده. هو دفع 55 مليار، الايبيتا ده قلنا الرينج بتاعه 2.5 مليار، يعني احنا بنتكلم في 25 ضعف. طيب لو انا عايز اعرف الرقم ده حلو ولا وحش اعمل ايه؟ تقارن نفسك او تقارن الشركه ديت بالسوق بتاعها. ايه شركه جيمنج، الماركت نورمال بتاع الجيمنج من 8 ل 12 ايبيتا ده، فده معناه الصندوق السعودي دافع ضعف الايبيتا ده او القيمه اللي هي الماركت نورمال بنسميها في السوق ده. فده رقم كبير 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 يفهمك ان هم دافعين ضعف ثمن الشركه. لو السعوديه عايزه ترجع فلوسها اللي حطتها في الشركه ديت، ايه يا جماعه محتاج يبقى تمنها 100 مليار دولار. الشركه ديت عملت نمو السنه دي كام؟ 1%. يبقى الكلام ده مستحيل رياضيا، يعني مستحيل السعوديه ترجع فلوسها في خلال 6 سنين. وش السعوديه مش شاريه بالارقام ديت وبالمضاعفات ديت عشان يكسبوا. الفكره كلها ان الشركه دلوقتي ايه دايما بنقول عليها شركه كحيانه وتعبانه بقالها كام سنه كارباح. الفكره بقى ان السنه اللي اشترت فيها السعوديه الشركه، كانت الشركه دي منزله لعبه اسمها باتل فيلد. انا اشتريت اللعبه دي نزلت في اكتوبر، عملت اعلى مبيعات في السنه بتاعت 25 بحالها. يعني انت بتشتري شركه المفروض انها في الرونق او انها في يعني كده على الاقل شغاله وبتكسب 1%. طيب يبقى السعوديه دفعت 35، جي بي مورجان هيحط 20 ليفرج، وده دي حاجه نادره ان بنك واحد هو اللي هيحط ال 20 مليار بحالهم. 20 مليار يا جماعه، ده رقم يا جماعه، اللي بس مش متخيل رقم الصفقه 55 مليار. مصر النهارده اعلنوا ان هم عملوا رقم جديد في الاحتياطي النقدي الدولاري بقى 56 مليار. انت متخيل؟ يعني الصفقه ديت قد الاحتياطي النقدي لمصر. وبالمناسبه ال 20 مليار دولار اللي جي بي مورجان هيحطهم، هو هيحط دلوقتي، حط امبارح 18 مليار كاش، بس في 2 مليار هيبقوا خط ائتمان. يعني انت لو احتاجتهم، لو السعوديه او الشركه احتاجتهم هتاخدهم دول خط ائتمان. طيب بالمناسبه يا جماعه، السعوديه هتحط كام؟ 35 مليار ولا 33 مليار؟ يعني نسبه كاش 65%. دي نسبه غير طبيعيه في صفقات ال بي او. المعتاد عاده بيبقى 50%. بس ليه بقى السعوديه عملت كده؟ لان هي السعوديه اوريدي عندها الكاش، مش فارقه. بس المعتاد في صفقات ال بي او ان الكاش بيبقى 50%. نيجي بقى للديون بتاعت الشركه دي يا جماعه، عليها سندات مضمونه ب7.25%، وعليها غير مضمون ب8
بأولموست 9%. طيب الشركه ديت قبل الاستحواذ كان عليها ديون بحوالي 2 مليار، بعد الاستحواذ بقى عليها 20 مليار اللي هو جي بي مورجان هيحطهم. يعني احنا بنتكلم في كام؟ في 10 اضعاف. وقلت لكم ان هي عليها سندات مضمونه وغير مضمونه. بس يعني ايه السند الاول؟ الشركات يا جماعه كبيره بالذات لما تيجي تستلف عندها طريقتين. اول طريقه انها تروح للبنك تاخد قرض، الطريقه الثانيه تعمل ايه؟ حاجه زي التريجري بيلز، حاجه زي الدول، اذون خزانه. يقول لك ايه؟ انا هستلف من 900 شخص وهطلع سندات، هطلع ورق، هطبع ورق. يعني إيه؟ يعني السند يقول له ايه؟ انا استلفت منك $1000، هدفع لك فايده كل سنه، وبعد 10 سنين ارجع لك ال1000. فالشركه ده اسمه سكيورتي، ده اسمه سند، الشركه بتديه لصاحب الدين. بس في نقطه مهمه قوي، ان هو 7% سكيور و8% انسكيورد. ده معناه ايه يا جماعه؟ خليني ادي لك مثال. انا دلوقتي محمد صلاح صديقنا اللي في الشات محتاج 100000 جنيه للمحل بتاعه وهو عنده عربيه، فانا هروح اقول له بقول لك ايه، انا هديك 60000 جنيه بس بضمان، لو ما سددتليش ال 60000 جنيه ديت انا هاخد العربيه بتاعتي. يجي واحد تاني زي محمود يقول له انا هدي لك يا عم 40000 من غير ضمان، انا واثق فيك، بس الثقه ديت بفلوس. ده معناه ان الفوائد بتاعت محمود بتاعت ال 40000 اكتر من الفوائد اللي انا هديها له بضمان، لان من غير ضمان في خطوره عاليه، ودي اخطر خطوره. فلا قدر الله محل محمد صلاح وقع، مين هياخد الاول؟ انا، عشان انا حقي مضمون، ومحمود هيستنى في الطابور بقى اللي يتبقى له. يعني لو محمد المحل بتاعه عليه ديون كتير، الديون المضمونه هي اللي بتدفع الاول. انا يوسف هياخد العربيه، ده هياخد كذا وده هياخد كذا، اللي هيتبقى ان شاء الله لو يعني محمود ليه 40000 جنيه، اللي هيتبقى ان شاء الله لو 10000 جنيه محمود هو هياخده، وما عادش ليه حاجه تانية. عشان كده اسمه سلفة بدون ضمان او سند من غير ضمان. سندات ايه الاصول؟ هي حقوق اف سي اللي هي فيفا، حقوق باتل فيلد، ذا سيمز، السيرفرات، المباني. دي الحقوق اللي هم بيحطوها في السندات المضمونه. وعلى فكره كل شركه يا جماعه منهم اي شركه بتطرح سندات عندها طابور سداد مرتب من فوق لتحت. اول لو مجرد ما الشركه دي تقع بالترتيب كده، الناس دي هتتحاسب بالترتيب، واللي في الاخر هم الناس اللي بتبقى غير مضمونين، سنداتهم غير مضمونه، وغالبا ما بيجي لهمش حاجه. يعني لو الشركه وقعت هم خلاص خسروا فلوسهم. في حالتنا زي ما قلت لكم ان بعد السعوديه استحوذت بقى الشركه عليها 10 اضعاف الدين. ده معناه الانسكيورد بتاعهم، السندات الانسكيورد هيبقى اسمها زباله، جانك. طيب الاسم ده جاي منين؟ والاسم مش عشان اسمه زباله او جانك يبقى حاجه وحشه. اكيد يا جماعه سمعتوا عن وكالات بتدي الشركات والدول درجات، اشهرهم اس ام بي وموديز. ما سمعتوش موديز دي قبل كده؟ كانت بتدي تصنيف لمصر. اكيد سمعتوا عن موديز، يعني وش موديز دي واس ام بي من اشهرهم. المهم يعني الشركات دي بتقول لك ايه؟ انت فوق خط معين اللي هو الانفستمنت جريد او الدرجه الاستثماريه بتاعتك، انت فوق خط معين الدرجه الاستثماريه بتاعتك، او انت تحت الخط وهو اسمه هاي ييلد، واللي الناس بتسميه بالعاميه جانك او زباله. يعني انت لو فوق الانفستمنت جريد انت تمام، انت تحت الانفستمنت جريد ده بيبقى اسمه الهاي ييلد او الجانك، زباله. وزباله هنا مش معناه ان السند هيتنصب عليك لو انت عندك سندات غير مضمونه، ولا حتى ان الشركه فاشله. يعني ده معناه ان بس التصنيف بتاع الشركه نزل تحت الخط، فالمخاطره اعلى، فده معناه ان انت هتاخد فايده اعلى. فالناس اللي هي unsecured الفايده بتاعتها هتبقى اعلى. والحته هنا المهمه ان احنا قلنا ان الشركه كان عليها 2 مليار بقى عليها 20 مليار، فكان تصنيفها قبل الصفقه investment grade، تصنيف حلو. بس بعد الصفقه ديت الشركه زي ما هي، نفس الالعاب، نفس اللاعبين، نفس الفلوس الداخل. اللي اتغير هو الدين هو اللي خلاها جانك في نظر وكالات التصنيف زي موديز واس ام بي، مش الصفقه. الدين هيجي واحد يتذاكى ويقول لك طب ليه يا عم ما يعملوش سندات كلها مضمونه عشان ما يدفعوش فايده كتير؟ هقول لك لان الضمانات محدوده. يعني انت ما ينفعش انت اصولك ب 20 مليار ولا 50 مليار وتروح انت عامل ضمانات ب 100 مليار. ازاي يعني؟ اقنعني ازاي حضرتك؟ ما ينفعش، لازم تطلع ضمانات على قد الاصول اللي عندك. طب انت طلعت ضمانات بكل الاصول اللي عندك وعايز تاخد قرض، هتاخد قرض انسكيورد، في الحاله بتاعت ايه هيبقى جانك. تكمله للدين، الشركه دي يا جماعه زي ما قلت لكم في الاول هي بتدفع 1,300,000,000 في السنه فوائد او ديون. اوكي، الربح التشغيلي بتاعها كام؟ 1,100,000,000. الكاش اللي بيخش لها زي ما قلنا حوالي 2 مليار ونص. ده معناه ان الفوائد لوحدها
اكبر من الربح التشغيلي بتاع الشركه. بس ده مش معناه ان الشركه هتفلس، لان احنا قلنا الكاش اللي بيخش 2.5 مليار، فطبعا ده هيغطي اكتر من نص الفلوس اللي هي بتدفعها فوائد. ده معناه بقى من النهارده ان احنا اي حد او اللاعبين هيشتروا حاجه من اي الباتل باس او فيفا او لعبه او ايا كان، جزء من فلوسهم هيروح لجي بي مورجان، مش للناس اللي بتطور اللعبه. انا قلت لكم في الاول ان دي صفقه اسمها ال بي او، صح؟ وان دي بقت اكبر صفقه 55 مليار. مين كانت الصفقه اللي كانت قبليها اللي كانت كسر الرقم؟ كانت شركه امريكيه اسمها تكساس حاجه، كانت شركه للكهرباء، اتعملت 2007 او سوري الصفقه اتعملت 2007 وكانت اتعملت ب 45 مليار. الكاش اللي المستثمرين دخلوه كام يا جماعه بقى؟ 8 مليار. الدين كان حوالي 40 مليار ديون عليها قبل كده مع الديون الجديده. طيب ايه اللي حصل؟ دي كانت اكبر صفقه ال بي او في وقتها 2007 قبل صفقه امبارح. الشركه ديت يا باشا فلست، اتمسحت، ما بقتش موجوده. المستثمرين خسروا فلوسهم، وصاحب الدين خسر الدين بتاعه. طب هم كانوا مراهنين على ايه؟ الشركه بتاعت تكساس دي يا جماعه كانت من اكبر شركات الكهرباء في تكساس، واللي كانت بتولد كهرباء من الفحم. فطالما بيولدوا الكهرباء من الفحم ده معناه ان هم بيولدوا كهرباء رخيصه. وفي امريكا سعر الكهرباء بيتحدد على اساس سعر الغاز الطبيعي مش الفحم، فده معناه ان الغاز الطبيعي هيغلى، الكهرباء هتغلى. لكن تكساس بتبيع الكهرباء بالفحم، فده معناه ان هامش الربح كبير. فالرهان كان على هامش الربح، الغاز هيغلى، فانا كشركه تكساس هقدر ادفع ال 40 مليار ديوني في اسرع وقت. وطبعا في 2007 ساعه الصفقه الغاز غلى، فالكل كان متاكد ان ال 40 مليار دول عادي هنسد ال 40 مليار. تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعدها بشهور بس في حاجه اسمها التكسير الهيدروليكي. امريكا اكتشفت ازاي تطلع غاز بطريقه رخيصه وبكميات مهوله، فسعر الغاز انهار، فسعر الكهرباء انهار. وده معناه ان تكساس زمان لو كانت بتبيع ب 10 دولار الكهرباء هتبيع بدولار مثلا او 2 دولار. فخلاص يعني مع السلامه كده الشركه كده خلاص. يعني الشركه عملت ايه بعديها بقى؟ الشركه فضلت تدفع فوائد 7 سنين لحد ما خلاص كده جابت اخرها، ما كانتش قادره الدخل، ما كانش قادر على الفوائد بتاعه الدين. فال8 مليار الكاش اتمسحوا، والبنوك اللي حطت الدين دي خسرت الديون بتاعتها. واحلى حاجه في الموضوع ده يا جماعه، اللي باعوا الشركه بتاعه تكساس بعد ما باعوا شركتهم راحوا استثمروا في التكسير الهيدروليكي اللي هو مسح الشركه بتاعتهم. يعني كانت مخاطره فخسروا. ده معناه ان لا قدر الله يعني ايه ممكن تفلس وهكذا يعني، وحاجات ديت عشان في دين. الكاش اللي دخل الشركه بتاعت تكساس ديت كان 8 مليار، الدين كان 40 مليار. في حاله السعوديه لا، الكاش حوالي 36 مليار والدين عليهم 20 مليار، ففي كاش اكبر بكتير من تكساس. يعني احنا بنتكلم 48 ومن 36 ل 20 في فرق. فيعني لا يعني مش شرط. بس انا بقول لك ان يعني الخلاصه يعني ان اي مش زي تكساس، والفرق في الكاش لوحده قادر انه يمنع اي مصايب او اي افلاس يحصل. ليه السعوديه عملت كده؟ هي السعوديه عملت كده عشان هي اوريدي بدات في الموضوع ده. هم عندهم حاجه اسمها مش عارف 2030 رؤيه 2030، وهم بداوا اسسوا شركه اسمها سافي بتاعه جيمنج، وبداوا يخشوا في شركات جيمنج. يا جماعه اصلا السعوديه تملك 10% من اي اوريدي. عشان كده قلت لكم ان السعوديه عملت رول اوفر في اول الشرح. هي كانت مستثمره في اي مستثمره في شركه اسمها نينتندو، مستثمره في سكوير انكس، مستثمره في حتى مستثمرين في تيك تو اللي هم بتوع جي تي اي، فاهمين؟ لحد ما وصلنا لامبارح ان هم استحوذوا على اي. فهم اوريدي عندهم خطه للموضوع ده. بس اي مختلفه شويه. اللي فاتت كانت هو يعني حصص صغيره كده، اللي هو 6 10 5 حصص يعني بينقنقوا في الشركات الجيمنج. وهم على فكره السوق السعودي يا جماعه، يعني انت لو بتذاكر السوق السعودي 58% من السعوديين بيلعبوا جيمرز. انت متخيلين؟ ده رقم كبير. حوالي 21 مليون شخص موجود جوه السعوديه هو بيلعب لعبه. فسوق الالعاب في السعوديه اولموست 3 مليار دولار. يعني في سوق حقيقي جوه السعوديه للالعاب. الناس ديت ما خططوش لموضوع الجيمنج بالصدفه. يعني الناس لقوا ايه ده، السعوديين مهتمين بمجال الجيمنج، لا يا باشا احنا لازم نستثمر في الموضوع ده لشعبنا لبلدنا. وكمان احنا في الوطن العربي ما عندناش استوديوهات يا جماعه بتعمل العاب. هات لي استوديو، كلها استوديوهات انا اسف يعني انديز، استوديوهات يعني صغيره ما فيش ولا لعبه فيها تتلعب. هات لي لعبه عربيه واحده تتلعب. فهو قال لك انا ليه اتعب نفسي؟ ما انا اروح اجيب يا باشا اي تعمل لي العاب عربيه، او تعمل لي العاب للسوق بتاعي، تعلم لي سعوديين ازاي يعملوا العاب حلوه. المهم ان الناس ديت بيفكروا صح، تفكير صح. انا مختلف في ايه؟ هقول لكم
بس التفكير نفسه، المنطق نفسه، لا في منطق. سوق ب3 مليار عندهم، 21 مليون شخص في السعوديه بيلعب العاب، بلس محمد بن سلمان. وانا بذاكر للموضوع ده، انا بلاحظ ان هو بيحاول يصدر الثقافه، او يعني بيحاول ان هو السعوديه تبقى مشهوره بحاجه. فعندك مثلا امريكا طبعا ما عندها هول ايه، كوريا عندها الكي بوب، تركيا المسلسلات. طب السعوديه تبقى ايه؟ طيب السعوديه مشهوره بالاسلام بس، فقال لك لا، انا هو ممكن ياخد حاجه جاهزه. هو مالك فيفا، مالك باتل فيلد، سيمز، يعني العاب بتخش جوه مئات الملايين من البيوت، وناس بتقعد على الالعاب ديت بالساعات. يبقى السعوديه مشهوره بيها يا باشا. فهنا ده السؤال ليكوا يا جماعه بجد، انتوا مش شايفين ده مكسب للسعوديه ومكسب للوطن العربي ولا لا؟ ده السؤال. وعشان تعرفوا حجم الصفقه يا جماعه، صفقه ايه نفسها خدت تقريبا almost 10 شهور عمال ما المؤسسات الامنيه الامريكيه توافق على الصفقه. هم كانوا متخوفين، يعني انت ليه تاخد اي ليه تستحوذ على اي؟ وعشان كده انا قلت لكم في الاول ايه يا جماعه، قلت لكم في الاول ان في 1% رايحين لشركه اسمها افينيتي بارتنر، الشركه بتاعه كوشنر اللي هو متجوز بنت ترامب. يعني ما اعرفش ليه السعوديه وافقت انها تشارك كوشنر، ما اعرفش، ممكن الشركه هي اللي ساعدتهم في الموافقه الامنيه. انا مش بقول ان ده اللي خلى الموافقه الامنيه تيجي، بس يعني الصحافه الامريكيه كانت بتتكلم على الموضوع ده. ايه ال1% بتاعت افينيتي بارتنر ده، وهل هم اللي دافعين ثمن ال1% ولا لا؟ بس يعني فده كان الموضوع عامه. يعني ايه اللي هيحصل بعد الصفقه على المدى المتوسط ايه يعني كلاعبين؟ اعتقد ان انتوا هتتوقعوا مونيتايزيشن اعلى او اعنف شويه، هيبقى في مايكرو ترانزاكشنز اكبر بكتير، هيبقى في باتل باسز كتير، هيبقى في ممكن يغلوا الالعاب. هتحس ان في طمع في الشركه. الشركه نفسها هتقلل المصاريف بتاعتها، هتقفل الاستوديوهات، واعتقد ان السعوديه هتقفل استوديوهات الالوان. وعلى فكره الامريكان خايفين من موضوع الالوان، لان شركه اي عندها العاب بتدعم الالوان. هيعملوا تسريح للموظفين. اصلا الشركه دي يا جماعه قبل الصفقه ديت هم مشوا 6% من الموظفين. صباح الفل، بقول لكم الشركه ارقامها ضعيفه مش قويه، هم مديونين. تالت حاجه، ودي الشركه بتاعت ايه شركه معروفه بالكرياتيفيتي، بتاخد ريسك عالي في الالعاب. يعني تلاقيها متنزله لك لعبه وتخسر عادي. ليه؟ لان هم كانوا بيحاولوا يجربوا حاجه. فاعتقد بعد الصفقه ديت ان هم مش ما عادش هيخاطروا بالالعاب. لا يا باشا، هم ممكن يركزوا اصلا في فيفا وباتل فيلد، ومع انهم عندهم العاب كتير، بس هم هيركزوا في اللعبتين دول مثلا عشان دول هم الوينر بتاعهم. فهم هيركزوا في اللعبتين دول، هيركزوا في ايباكس. المهم يعني ان هم هياخدوا مخاطره اقل، لان هم دلوقتي ما قدروش يخاطروا. طب هل الكلام ده ليه علاقه بالسعوديه؟ يعني عشان السعوديه هي اللي هتملك ايه؟ لا يا باشا، راجعوا اي استحواذ حصل على الشركات الكبيره. لما بيحصل الكلام ده هو اللي بيحصل. انا مش بقول كلام من دماغي. مصاريف، تسريح، مخاطره اقل. 101 استحواذات. تستحوذ تبقى عايز ترجع فلوسك. السعوديه يا جماعه عشان ترجع فلوسها احنا قلنا محتاجين تبقى ثمنها حوالي 100 مليار، والشركه دي بتزيد 1%. رقميا هم مش هيجيبوا الرقم ده في خلال 10 سنين حتى. ان انا رايي الشخصي هنا، هي السعوديه هيبقى عندها الصبر ولا لا عشان ترجع فلوسها؟ يعني يقدروا يصبروا 7 10 15 سنه عشان يقدروا يطلعوا حاجه كويسه ويبداوا يطلعوا عائد؟ لو صبروا هنشوف بشكل مختلف تماما. والسعوديه من الدول اللي معروف انها بتصرف بكميات كبيره، مش بيفرق لها يا جماعه. البي اي اف ده، الصندوق السعودي ده، صباح الفل. يعني هو يملك اصول، او هو معاه اصلا 500 مليار. احنا بنتكلم في ايه يعني؟ انا رايي ايه بقى؟ ممكن تختلفوا معايا او ما تختلفوا، يعني ممكن تختلفوا او توافقوني عادي. انا شايف التقييم مبالغ فيه. ده تقييم شارك تانك العراق حرفيا. اي حد يقول لك ان تسوى 55 مليار بالمقاييس اللي انا قلتها لكم ديت، 22 ولا 25 ضعف الايبيتا ده، وبتزيد 1% في السنه، ربحها التشغيلي 24%، دي ما تسواش 55. انا بالنسبه لي ممكن 30 هو is more than fair. 30 مليار. وعشان تحكم على كلامي وتشوفوا صح ولا لا، شوفوا اقرب منافس ليهم مين. تيك تو. شوف تقييمهم كام. لو في برايفت ايكويتي عايز يستحوذ على تيك تو اللي هي مالكه GTA، دي اكتر لعبه اتباعت في التاريخ. فانا رايي هو ان هم دفعوا طبعا زياده، بس ده حكم سطحي نوعا ما. التقييم انا شايف ان هم دفعوا الضعف. الشركه ديت يعني احنا بنتكلم في كام؟ يعني الشركه دي اقل من 30 مليار الصراحه، مش 30 حتى. فهم دافعين ضعف ثمنها. بس السؤال يا جماعه، ما هو السعوديه دوله عربيه اسلاميه، مش بسهوله هتقدر تتملك شركه كبيره امريكيه زي دي. فهم برضو عايزين يطمعوا الامريكان. بقول لكم احنا هنديلكم ضعف. يعني لو في حاجه يا جماعه، لا انا كيوسف مش بفكر ان انا ابيع تليفوني وتليفوني ده يسوى 100,000 جنيه، بس انت رحت وقلت لي يوسف انا هديك 200,000 جنيه، انا هبدا افكر، هبدا اطمع. بس لو انا بفكر ان انا كصندوق عايز ارجع فلوسي بعد 6 سنين 10 سنين، انا هقول لك ان السعر ده كارثه ومستحيل ان السعوديه ترجعه في 10 سنين. بس لو انا بقى دوله وعندي سوق ب3 مليار وعايز ادخل الصناعه دي في بلدي
ومحدش هيحاسبني غير بعد رؤيه 2030 او على رؤيه 2040 والحاجات ديت. يا باشا دي مش سعر شركه، دي انت بتدفع رخصه الدخول، انت بتدفع رسوم فيز عشان تدخل السوق ده. الصفقه دي بالنسبه لي فاشله كاستثمار مالي. احنا بنقول 25 ضعف، بس كدوله كرؤيه لدوله القرار ده جامد جامد جامد. يا جماعه قلت لكم ما عندناش استوديو عربي وحيد بيطلع لعبه تتلعب، فجامد جامد جامد وشابوه للسعوديه. انا بالنسبه لي يا جماعه زي ما قلت لكم ان انا ضد التقييم، بس مش دي المشكله. يعني مش مشكلتي مع التقييم، احنا قلنا التقييم بالنسبه للسعوديه كانت الرخصه، مشكلتي هي مع الدين، ودي اهم حاجه الصراحه انا هقولها. انا عارف ان قلت لكم الصندوق السعودي عنده كاش ضخم وما اعتقدش ان هو عليه اي ضغوطات، هو مش مستعجل، بس هو ليه استلف 20 مليار. انت ليه تستلف 20 مليار؟ ال 20 مليار دول هيكلفوا ايه كل سنه مليار 300، فاهم حاجه؟ والشركه دي اصلا ارباحها اقل من كده، والكاش اللي بيخش لها 2 مليار ونص. انا رايي وقلت لكم ان في الاول في شركه اسمها سيلفر ليك دخلت معاهم ب 5%، 5.5%. الشركه ديت ان دي الطريقه اللي سيلفر ليك شغاله بيها، او اللي سيلفر ليك عايزاها. هي عايزه الليفرج، عايزه يحصل رفعه عشان ال 5.5% بتاعت سيلفر ليك تطلع عائد محترم. البنوك عايزه تعمل صفقه. يا جماعه سيلفر ليك دي شركه متربيه على ال بي او، فهم طبقوا على الصفقه. فانا رايي الدين هو ده الجزء الوحيد اللي انا ممكن انتقده جدا جدا في الصفقه، واللي انا شايفه غلط بشكل واضح. ده مش خطر على الشركه، بس ضريبه سنويه بمليار 300 يعني على حاجه ممكن ما كنتش انت محتاج تعملها كبي اي اف. انا شايف صراحه اللي كسب في الصفقه ديت طبعا المساهمين او ملاك اي. انت حرفيا انت السهم بتاعك اخر يوم تداول ليه كان ب 168، بعته ب 25% بريميوم زياده عن سعر السهم. الموظفين بتوع اي خسروا. هم حصل اوريدي قبل الصفقه مشوا 6%، هيمشوا تاني وهيمشوا تالت وهيقفلوا استوديوهات. اللاعبين بقى الناس اللي بتستهلك منتجات هيخسروا، لان المنتجات بتاعت مايكرو ترانزاكشنز هتزيد، والالعاب هتحسوا بجشع وده واحنا قلنا ليه ده بيحصل. ده ملوش علاقه بالسعوديه، ده ليه علاقه ان اي استحواذ بيحصل الكلام ده هو اللي بيحصل. ايه الحاجه اللي ممكن تخليني اغير رايي في صفقه انا عامه مش متمسك في رايي، بس انا هحكم ازاي؟ لو انا بدات اشوف تصريحات كبيره، او ان بدات تلغي مشاريع كبيره، او ان السي او الحالي اللي هو باي ذا واي هيكمل، اللي هو مش عارف اسمه اندرسون مشى، يبقى باشا كده الدين هو اللي بيتحكم في الشركه، والسيناريو السلبي هو اللي بيتحقق. لو شفت ان هم بداوا بيسدوا الديون عادي بتاعتهم، بيعلنوا اي بي جديده او استوديو جديد، يبقى فعلا هم صابرين ومش مهتمين بالعائد دلوقتي. ساعتها هكون متفائل بحذر شويه، بس النيه الاستراتيجيه هتكون واضحه، والفلوس موجوده. هي بس الحاجه اللي هتقلقني ال 20 مليار دين. فانا شايف ان دي صفقه لينا كوطن عربي، وللسعوديه صفقه هايله. ما عندناش استوديوهات، الكلام ده جامد، وبجد شابوه للسعوديه اللي بتعمله. السعوديه فعلا ريسنتلي بقت من اقوى الاسواق وبتكبر كيميا. جي بي مورجان بيرقص، طبعا بيرقص. على فكره يا جماعه من مصلحه امريكا ان السعوديه ما تقدرش تدفع الديون دي. يا جماعه الناس كتير بدات توقف تلعب فيفا بقت من سيء لاسوأ، ولسه اعلان فيفا 2027 سيء جدا جدا جدا. بالعكس في ناس بدات تبعد عن اللعبه دي، بس اعتقد اللي مش هيبعد هم السعوديين. هيدعموا منتجات بلدهم. وتيك تو اللي احنا قاعدين نتكلم عليها ديت في اخبار انها بتعمل لعبتها. ما هو بصوا يا جماعه برضو عشان اجيبها لكم من الاخر، برضو انت مفكر ان امريكا كده غبيه انها تسيب شركه زي للسعوديه وهي مش حاطه خطط هتعمل ايه وهتنافس الموضوع ده ازاي؟ صحيح الشركه دي هتفضل امريكيه، شركه هتفضل امريكيه، المقر كاليفورنيا، الموظفين امريكان، السي او زي ما هو والكلام ده. بس انتم مفكرين ان امريكا عبيطه؟ لا يا باشا، في خطط ان تيك تو بتعمل دلوقتي لعبه زي فيفا وهتنافس فيفا، وممكن تبقى احلى من فيفا كمان. هي خطوه حلوه وانا صراحه مبسوط للسعوديه، مبسوط للتطور اللي بيحصل في السعوديه. اتمنى ان ربنا يوفق السعوديه، ويا رب يا رب ربنا لا يخسر مسلم يا رب، ان هم يكسبوا الصفقه دي، تبقى ترجع بعائد كويس، مش مادي بس، عائد للدوله كويس ايا كان العائد مش لازم يكون مادي على فكره. انا مع السعوديه يعني قلبا وقالبا باذن الله.